هاي تحياتي والسلام عليكم. في البداية سيدي الرحمة على شهدائنا الأبرار الأمنيين ومن الجيش وشهداء الثورة، والرحمة والمغفرة لهم والثبات والحرية لشعبنا العزيز. اليوم سيدي من أقتال شهداء الأمن التونسي في القصرين هم قتلة محترفون مدربون في ثكنات العوينة، وليس كما يروجون لها إعلام العار، جماعات جهادية أو إسلامية اللي لا علاقة لها بهذه الاغتيالات. هذا كل شيء مدبر من كمال طيف والعصابة معه، واللي يعطى الأوامر راهو معروف، رضا صفر وزير المكلف بالأمن، وكمال طيف كما قلنا عراب وصانع الإرهاب. ما تنساوش معناها الباجي قايد السبسي زعيم مصاص الدماء الشعب التونسي، وكما تعرفوا الناس الكل هو الآن موجود في الإمارات يخطط الانقلاب على المنصف المرزوقي وعلى مجلس تأسيسي، ومن بعد ما يخلالهم الجو ويرجعوا معناها التجمع الحكم وكوارثه معناها كل رموز الفاسدة معناها خرجوهم من الحبوسة، وهذا شيء خطير ياسر. ويرجعونا معناها مربع الاستبداد والسرقة والقتل. اليوم يا توانسة من سابع المستحيلات أن يبقى بن علي والفرقة الأمنية السرية فرقة الموت التي تعمل خارج القانون حتى في زمن حكومة مكتوف الأيدي، وقد فقد سلطانه في ساعات قليلة، وهي يملك من المال الوفير ما لا تملكه الدولة التونسية. معروف بن علي ملغم بالفلوس، وأزلامه مازالوا معناها في الداخل، مازالوا هما اللي ينسقوا ويقتلوا في توانسة، ويقتلوا في شرفاء الأمن وشرفاء الجيش وشرفاء تونس. هذا الحملة معناها فيها تايمينج مع بعضهم، تكتمل معناها مع الإعلام العار. إعلام العار هو اللي يخطط يحضر معناها للعمليات الإرهابية ويسوقها، والفرقة الموت تقوم بقتل التوانسة من الأمنيين والجيش وكل شيء. هذاك علاش شيء خطير ياسر. العمليات قاعدة تعاود يا توانسة. شوفوا انتم معناها بعد معناها سقوط بن علي لتوا العمليات تعاود هي بيدها، مرة في الشعامبي ومرة في الكاف ومرة في القصرين، العمليات كلها معناها مشابهة وما تشد حد، والساق التهمة كالعادة بالسلفيين. راهو من سابع المستحيلات كونه معناها التوانسة معناها وشباب الثورة ولا لجان حماية الثورة متورطة في هذه العمليات. هذه عمليات منسقة، هذوما دي جون بروفيسيونيل امنين في الساد، هرب بوهم لحنين قاعدوا هما يحاربوا فيكم. الفرقه هذه فرقه الموت معناها امتلكها تو كمال طيف، هو اللي قاعدين معناها يملكوا كل دواليب الدوله التونسيه، وحتى تكمل الخطه الجهنميه لازلام بن علي والخديعه الكبرى للتجمعين الفاسدين واعلام العار الذي اصبح يروج للارهاب والزتله والمخدرات ولتقويض عمليه الديمقراطيه في تونس. كل مرة معناه يحركونا فرقة الموت ورجالات المخابرات بن علي وليلى الحجامة التي تأمروا بأوامرهما منذ هروبهما إلى الخارج للقيام بعملية إرهابية ذهبت ضحاياتها شرفاء الأمن التونسي في القصرين. هكا علاش معناها نحب ننبه الشعب التونسي باش ترد بالكم، ردوا بالكم، راهي عملية خطيرة ياسر وتايمينج توا العمليات الإرهابية والإلصاق التهمة كالعادة بالسلفيين، ولتذكير فإن إعلام التونسي اللقيط لم يعد يتحدث عن جرائم بن علي، انساها وأزلامه، بل أصبح يبيض بعض رموزه كما علي السرياطي وغيرهم. تراهم توا يخرجوا في البلاتوات ينظفوا فيهم وقال خدموا البلاد، وهذا معناها تحدي صارخ للتونسيين، وهذا يتناعم مع طلبات الباجي قائد سبسي الذي قال أنه ليس لديه مانع في أن يواصل المهدي جمعة الحكومة البلاد في السنوات القادمة، وتأخير الانتخابات وحل مجلس تأسيسي وإرغام استقالة الرئيس منصف المرزوقي، بما أن لابد من حدوث عملية إرهابية شنيعة لتبرير طلبات السبسي وبعض القوى الردة في تونس بدعوى أنه ليس هناك أمن وأمان، وعليه فإن الانتخابات في هذه الظروف لن تكون نزيهة وشفافة. في الأخير فما واحد بركة اللي قاعد يحرك في العمليات الإرهابية راهو معروف والناس كل تعرفه في تونس، هو كمال طيف والفرقة الموت اللي معه ونقابات الأمنية وأزلامهم. الحدث البارح في القصرين هو من صنع فرقة الموت لأمن بن علي الكلب وكمال طيف، نعاود نقولها راهو من صنعهم. هذه الاغتيالات رسالة إلى الشعب التونسي وشباب الثورة وكل أنصارها
ورسالة لرئيس المرزوقي والعيادي وعبو وكل القوى الثورية لتخويفهم وإركاعهم حتى يرجعون للحكم. آخر كلمة حبيت نقولها رسالة للبوليسية، ما زالوا باش يزيدوا يلعبوا بيكم أكثر من هكا ويضحيوا بالزولية منكم، وعروفاتكم وكمال طيف مورطين معاهم، وكمال طيف باش يزيد يكور بيكم تكوير ويحسبكم كلاب ماتت في الزبالة، وكله منسق وكله ساكتين عليه واستاهلوا معناها الشيء هذا خاطر مساكتين. فعاوز تقوموا وتحطوا يد في اليد وتحطوا يديكم مع الشعب التونسي وشباب الثورة وانتقموا من كمال طيف والعصابة النوفمبرية هذه اللي تتكون من الحبيب عمار والحبيب الصيد وحامد القروي والهادي البكوش والدماسي ونبيل عبيد وعدنان الحطاب ومنصف كريفة. هذه العصابة اللي قاعدة تقتل في الشعب التونسي. قاعدين يضحيوا بكم توما الزولية نتاع الأمن والجيش، كل مرة يقتلوا زوز ثلاثة منكم، واحد للسلفيين والإرهاب وكل شيء، وهم يقتلوا بكم. إلى متى؟ فيقوا يا شعب تونس، تفيقوا والتحموا كل يد واحدة. ما عادش تاخذوا قرارات نتاعهم، وعندهم غرفة العمليات في وزارة الداخلية، راهو كل مرة ونعطيكم تعليمات باش تمشيوا البلاصة وباش تعملوا تمشيط، راهو فما عمليات اغتيال، فما حاجة محضريها لكم، ردوا بالكم، ما عادش تنفذوا تعليماتهم. هذا هو آخر كلامنا، السلام عليكم.